بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه سهله وبسيطه اقتصاديه حلوه هتعجبكم. هعمل معاكم بسكوت بيتي كده من غير كيس حلواني، من غير مكنه، من غير اي حاجه. هنعمله كمان في شفشق الخلاط بكل سهوله برضو من غير مضرب. تابعوني وشوفوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. معايا سكر ودقيق وزيت وبيضه واحده واتنين باكو من الفانيليا. قبل ما نبتدي في الوصفه بتاعتنا، لو اول مره بتشوفونا متنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. فعلوا كده الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وكومنت حلو منكم. لو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتات وهنرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتابعونا من انهي بلد وايه رايكم في وصفتنا النهارده والوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. المكونات اللي هنشتغل بيها في الوصفه زي ما انتم شايفين كده، معايا هنا دقيق، معايا سكر وزيت، هحتاج كمان فانيليا وبيضه واحده. دي المكونات اللي هنشتغل بيها. كمان الحلو في الوصفه انه مش هحتاج مضرب ولا عجان ولا حاجه، هو في شفشق الخلاط هضرب المكونات السايله دي. معايا هنا البيض والفانيليا والزيت والسكر، هضربهم مع بعض لحد ما السكر ما ينعم. معايا كده الدقيق فضيته في حاجة وهبتدي اضرب الخليط اللي انا حطيته ده كويس. هنزل كده بالزيت والسكر والبيض والفانيليا على الدقيق. هلم كده العجينة كويس لحد ما تبتدي تلم معايا.
دلوقتي هنا كده مش هتنقصني معايا حاجة، لان البسكوت معايا هنا فيه زيت كويس، فهبتدي اصبعها كده بايدي ونشكلها بأبسط طريقة بايدينا كده، وممكن بالشوكة اعمل لها فتحات برضو كشكل، يا اما بمشي عليها خط طويل كده، يا اما بالشوكة اخرمها. هسيبها بقى تاخد تستريح شوية وقت 5 دقايق كده ولا حاجة، وبعد كده بولع الفرن يسخن معايا، بظبطها على درجة حرارة من 160 ل180، بدخلها تاخد لون حلو تستوي، وتبقى جاهزة معايا وصفة النهاردة. خلصت كده وصفتنا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عملت معاكم بسكوت بيتي كده سهل وبسيط اقتصادي بمكونات بسيطة، مقرمش وخفيف وهش كده، ما حطيتلوش بودر وما حطيتلوش نشيدر ولا اي حاجة. ان شاء الله الوصفة تعجبكم. كمان ما استعملناش فيه مضرب كهربا ولا مضرب يدوي حتى، ولا كيس حلواني ولا مكنة، بأبسط طريقة كده عملناه، ممكن الاطفال يعملوه. تابعونا وتابعوا وصفاتنا، ان شاء الله الوصفات تعجبكم. خلصت كده وصفتنا النهاردة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكومنت حلو منكم.